انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم يا حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لامان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مرجان أحمد مرجان، الملقب بمورجان أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف نزل الفريقين بالفعل إلى بسم الله أرض الرحمن الملعب. الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعه والفرقه الثانيه بتلعب لوحديها. يلا. بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه، هوبا الله 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 في الدقيقة الأولى. بتعمل إيه يا جون؟ 1-0، هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله، استلام من هاشم، ماشي وش رجله الخارجي الحلوة، وادي علي هيجيب جون، هوبا ضعيفة ضعيف. إيه ده؟ إيه يا جون ده؟ فاتح على البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار أبيض؟ اتللا شيء. كابتن العهد ماشي معدي، اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون، هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي، اخيرا هريدي، هوبا يا هريدي، روعه يا ابني، روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بيدخن هريدي، عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني، 3-0 لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين، احتكاك مورجان بالقلم، يا نهار ابيض، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره، يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان، تركيز عالي قوي، داخل مورجان، هوبا الله 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 جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك، روعه يا ابني روعه. ارقص غني، الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية، العرضية العالية بإيده مورجان، يا نهار أبيض، هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. براسه ماشي، برجله ماشي، بإيده ماشي، سجدة للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني، جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل، ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة قوي المحمود على وش رجله، طويلة وعالية جميلة جدا جدا جدا، على صدره ميمو، ميمو جون، مفيش راية مفيش صفارة، ترقيصة هي دي، هوبا في العارضة يا راجل. ينفع كده يا حسن؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارش العارضه. محمود ماشي من ناحية اليمين، هيقلب العرضية، يا جسمك يا مورجان، يا يمينك يا تامر، هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين، ايه ده؟ بوكس شمال، يا نهار ابيض، وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه، يا نهار ابيض يا مورجان، ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى، ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. اللهم اجعل مثواه الجنة. آمين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع. ماشي من ناحيه شمال هيثم دبور، 3-3. هيلعب عرضيه، هي دي، هوبا الله الله يا مورجان، بكعبك يا مورجان، يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني، خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعه يا مورجان روعه. مورجان احمد مورجان العظيم الفنان. وايه شعورك يا كابتن مرجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان ربنا وفقنا، وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه، واحنا عملنا اللي علينا، واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر، واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام، يعني الساده الحكام، للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها. وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان يا جماعه، دي اول مره الجامعه بتاعتنا تاخد بطوله. دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ، انما حاسس اني عامل دماغ رباني. مش دي مريهان اللي مقنتمه مع عمر؟ بس انا فضت لعمر ودلوقتي معنتمه مع وائل. البت دي ما بتهملش ابدا. الله، مش دي نورهان اللي مقنتمه مع عدي؟ ما هنا فضت له ودلوقتي معنتمه مع محمود رئيس اسره نور الحق.
هي من فوق مقنتمة مع محمود، من تحت بقى مقنتمة مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك إلا أدنى جزء من الحس لما أجاز لك أن تؤثري هذا الوجد الذميم على ذاك السيد العظيم. هايل، كويس قوي يا نادر، كله ماشي مظبوط. المهم من اول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها، ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اتفضل يا استاذ مرجان. اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل حضرتك. من عينيا يا دكتور. يلا التوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي. يا فندم؟ ده حبيبنا يعني. انت هتقول الجمله دي، لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان، ايوه شوف، عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مجنون؟ لا، مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط، فده مكنون الشخصيه. كل ده في الجمله دي؟ بس انت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح، هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحه اللي هناك دي الكالوس ده. ايوه. هتقف لحد مدير خشب مسرح يقول لك اتفضل، هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم، بل لو لم يكن لنفسك إلا أدنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. دي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. ذاك السيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد وقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفحم. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحج في الماء. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفحم. ايه؟ ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك، قول له انت. هو بيقول لك. جائزة أحسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان أحمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! 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 سيبوا دمكم! الإيمان للحضارات! الإيمان للحضارات! الإيمان للحضارات! إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكانا لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني، إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر! استاذ محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استريح هنا، اصل ما بحبش قعده المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود. اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ أنا صايم يا أخ مرجان. نسيت، ده احنا في رمضان صحيح. رمضان إيه يا أخ مرجان؟ رمضان ولا؟ أنا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنة. اللهم قوي إيمانك. أنا بحب الشباب المؤمن. أنا عايز أشتكي لك. مصاريف الجامعة بقت كتير قوي، والله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعة دي.
انت عامل ايه في حكايه المصاريف دي؟ انا الحمد لله داخل الجامعه بمنحه تفوق. منحه تفوق. انت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين؟ البصراوي. بصراوي دي فين دي؟ ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. والحتتين دول فين يعني؟ في امبابه. في امبابه عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حوده. إخواني، لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، ال 300 فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي. هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فيلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة. نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقة مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعا احنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده أنا عامل لهم شقق دوبلكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهاليهم على الديسكوهات، أنا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا وإشرافنا، إيه المانع؟ وإيه ده؟ ده حاجة لله. ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضه عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة. يعملوا المظاهرات في الشارع، نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ويبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس ايه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. انتوا هتدفعوا 200 وانا هدفع 200. ايوه بس الجامعة هتدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانية ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا، بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. مرجان بيه، الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجة. المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنة واحدة، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس إدارة الشركة اللي هتتعمل، يعني كل حاجة هتبقى تحت عينيك. أنا هبقى العضو المنتدب، يا دوب أمضي على الشيكات بس. نقول مبروك.